السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي أبطال الصف الثالث الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم. معكم مستر محمد جودة. إن شاء الله النهاردة هنكمل تقييمات الأسبوع الثامن والتاسع على الوحدة الرابعة من كتاب التقييمات، صفحة 32 33 34 و 35. فقبل ما نبدأ الناس كلها ما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل أكبر عدد ممكن من زمايلكم، ما تنسوش تدعمونا وتعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويا ريت قبل ما نبدأ الناس كلها ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا سريعا نبتدي مع بعض. هنبتدي يا اولاد بويكلي اسسمنت اللي هو تقييم الاسبوع. اول سؤال معاه من اسئله اللي تشوز بيقول لي هنا scientists العلماء try to بيحاولوا ان هم dangerous الخطوره disease اللي هي الامراض الخطيره طبعا by developing عن طريق ان هم بيطوروا vaccines and طبعا spreading health awareness among people، ان هم اولاد بيكتشفوا طبعا الاجسام اللي هي المصل، وطبعا بيحذروا طبعا الناس حول العالم. يبقى هم اولاد بيحاولوا ان هم يعملوا ايه في المرض؟ اكيد ان هم يتحكموا في الامراض الخطيره. يبقى هو طبعا ان هم اولاد بيحاولوا ان هم كنترول يتحكموا في الدينجرس ديزيزز. بعد كده رقم 2 بيقول لي هنا the new phone التليفون الجديد is very بيكون ايه جدا since منذ it can connect بدأ يوصل to the internet من ساعة ما بدأ يتصل بالإنترنت take photos ويلتقط الصور and translate language، وطبعا من بدأ ان هو يعمل اولاد ترجمة طبعا للغات المختلفة. يبقى التليفون من وقتها اصبح تليفون سمارت، يعني اصبح تليفون ذكي. بعد كده رقم 3 بيقول لي factories المصانع must be careful لازم تكون حريصة not to او ان هم مش اولاد water المية because many countries لان دول كتيرة already بالفعل suffer بيعانوا from shortages طبعا من نقص المياه. يبقى لازم اولاد المصانع تعمل على حماية طبعا الماء. يبقى هنقول طبعا ان هم يجب عليهم اولاد ان هم not to pollute water ان هم ما يلوثوش المية ويحموا المياه. بعد كده رقم 4 بيقول له دكتورز الدكاتره ادفايز بيبل نصحوا الناس تو ان هم ايه شوجر السكر ان ذير دايتس في النظام الغذائي بتاعهم تو ستي هيلثي عشان يكونوا بصحه جيده ان افويد ويتجنبوا سيريس ديزيز الامراض الخطيره. يبقى الناس بتحاول اولاد او نصحوا الناس ان هم طبعا يعملوا عمليه ريديوس تقليل للسكر في الدايت بتاعهم. بعد كده رقم 4 بيقول لي هنا every student كل طالب should set a clear يجب ان هو يكون عنده ايه واضح in life في حياته to stay focused عشان يفضل مركز عليه and work hard ويعمل بجد. يبقى طبعا لازم يكون له clear a goal يعني هدف واقعي وهدف حقيقي عشان يركز عليه. بعد كده complete the sentence جزء رقم بي. اول واحده بيقول درايفرز السائقين must يجب عليهم their speed السرعه بتاعتهم on crowded في الزحمه roads او الطرق المزدحمه to avoid لكي يتجنبوا الاكسيدنتس الحوادث and keep everyone safe وان هم يحافظوا على حياه الناس. يبقى لازم ان هم اولاد يتحكموا في السرعه بتاعتهم. يبقى اقول طبعا ان هم control. رقم 2 people consider الناس بتعتبرهم ايه because he uses لان هم بيستخدموا his knowledge معرفتهم to help other ان هم بيساعدوا بيها الاخرين instead of showing off بدل ما هم يظهروها. يا اولاد هنا بتكلم طبعا عن الاشخاص طبعا الاذكياء، الناس بتعتبرهم طبعا هم مصدر للمعرفه. بعد كده رقم 3 بيقول لي every كل ايه have the right to vote يعني له الحق ان هو يصوت and the duty to respect وان هو طبعا يحترم their countries البلد بتاعته laws اللي هي القوانين بتاعه البلد. يبقى انا بتكلم اولاد عن السيتيزن اللي هم الشعب نفسه او الناس المواطنين اللي عايشين في الشعب، يقدروا ان هم يعملوا تصويتات في الانتخابات والحاجات دي وان هم يحترموا القوانين بتاعه البلد. رقم 4 many people كثير من الناس now الآن prefer بيفضلوا to shop ان هم ايه طبعا because it saves the time يتسوقوا ايه لانه بيوفر الوقت and over many choices وبيوفر لهم عروض كتيرة. طبعا الناس بتحب اولاد تعمل دلوقتي الشوب اونلاين يتسوقوا عبر الانترنت لانه بيحافظ على الوقت. بعد كده اولاد جايب لي رقم 5 بيقول لي هنا some people بعض الناس who الذي ايه فودز الطعام forget بينسوا that many poor families العائلات الفقراء around the world حول العالم are still hungry طبعا لما زالوا جوعانين وان هم ما فيش عندهم اكل اولاد. يبقى طبعا بعض الناس اولاد لازم ان هم طبعا يعملوا عمليه طبعا ما يرموش الاكل طبعا لان في عائلات كتير فقراء مش لاقيين الاكل. بعد كده اولاد جروب سي بيقول لي هنا students الطلبه shouldn't لا يجب عليهم their energy طاقتهم arguing with teachers طبعا في المجادله مع المدرسين. they should focus لازم يركزوا طبعا on studying على الدراسه instead بدلا طبعا من ان هم يعملوا arguing يعني جدالات مع المدرسين بتاعتهم. يبقى طبعا يجب عليهم طبعا اولاد ان هم waste ما يهدروش الطاقه بتاعتهم في الجدال.
رقم 2 governments الحكومات are working to بيعملوا على air pollution تلوث الهواء by encouraging people عن طريق ان هم بيشجعوا الناس to use ان هم يستخدموا public transportation وسائل النقل العامة. يبقى الحكومة اولاد working to بتعمل على ايه؟ يبقى طبعا بتعمل على reduce اللي هي تقلل تلوث الهواء. رقم 3 to be أن تكن you should معناها read many books إنك تقرأ كتب كتيرة ask question تسأل أسئلة and learn from different experience وتتعلم من التجارب المختلفة بتاعة الناس. طبعا ده معناه إن أنت تكون شخص smart يعني شخص ذكي. بعد كده نمبر 4 بيقول لي achieving a difficult انك تحقق ايه صعب requires بيتطلب patience الصبر practice تدريب and strong belief واعتقاد قوي in yourself في نفسك. طبعا يا اولاد ان انت achieving a difficult طبعا انت تحقق طبعا difficult goal تحقق هدفك الصعب ده معناه ان هو بيتطلب منك صبر وطبعا مجهود وتدريب. بعد كده نمبر 5 بيقول الستودنتس الطلبه كان ليرن ممكن يتعلموا نيو سكيلز مهارات جديده باي اتندنج فيرتوال كلاس عن طريق انهم بيحضروا في حصص ثانيه anywhere in the world في مختلف العالم. طبعا الحصص دي يقدروا ان هم ياخدوها عبر الاونلاين او على الانترنت. بعد كده جايب لي بقى الجزء الرابع من القصه او الدرس الرابع اللي هو ستوري تايم. ركزوا معايا بيقول لي هنا في اول واحده درايفرز السائقين ماست يجب عليهم their speed السرعه بتاعتهم ان كراود رودز في الطرق المزدحمه لسه حلينا من شويه لازم عليهم يا اولاد ان هم يعملوا عمليه كنترول يتحكموا في سرعتهم عشان يتجنبوا الاكسيدنتس اللي هي الحوادث. رقم 2 بيقول لي يو نوت كروس ذا رود تعبر الطريق وين ذا لايت از ريد لما النور يكون احمر يجب انك تعبر. لا طبعا لا يجب لان الاحمر ده ما ينفعش ان احنا نعدي منه يبقى هقول يو ماسنت. رقم 3 parents الوالدان should يجب عليهم the time الوقت طبعا their children اللي اطفالهم spend online بيضيعوه او بيقضوه على الانترنت to protect them عشان يحموهم from harmful content من المحتوى الضار. يبقى لازم الوالدين يا اولاد ان هم يعملوا عمليه كنترول يتحكموا في الحاجات اللي اولادهم بيتفرجوا عليها. بعد كده جايب لي نمبر 4 بيقول students الطلبه should keep a good يجب ان يبقوا ايه يعملوا ايه جيد between بين studying الدراسه relaxing الاسترخاء and exercising والتدريب. يبقى لازم اولاد الاطفال طبعا او الطلبه يعملوا عمليه بالانس عمليه توازن بين الدراسه وبين الراحه واللعب. بعد كده جايب لي اسئله الانسر على القصه. الناس تركز معايا بقى. السؤال الاول بيقول لي هنا what was the effect ما هو التأثير of the project على المشروع on نانسي على نانسي وأمال. طبعا تأثير المشروع يا أولاد إن هم خلاهم أكثر ثقة خلاهم يشعروا بالفخر وخلى عندهم طبعا مسؤولية زي ما احنا شرحنا قبل كده. يبقى هقول إن هو it made them يعني بقول إن هو جعلهم طبعا proud فخورين. طبعا خلاهم ايضا يا اولاد فوكس ان هم طبعا عندهم تركيز وعندهم ايضا confident يعني عندهم ثقه and responsible واصبحوا اشخاص مسؤولين and responsible. بعد كده رقم 2 بيقول لي what things ما الاشياء did زينة find اللي زينة وجدتها about honesty عن الامانه and leadership وعن الزعامه يا اولاد وان هو يكون قائد. طبعا هي وجدت يا اولاد ان الحاجات دي بتتطلب طبعا عمل جاد وبتتطلب طبعا مسؤوليه وطبعا يا اولاد لازم يكون عنده ايضا امانه. يبقى انا هقول ان هي she learned that هي تعلمت she learned that in honesty الامانه and leadership والزعامه انك تكون قائد and leadership. طبعا مين بتاعنا يا اولاد taking خلاص taking responsibility انك تتحمل المسؤوليه responsibility. طيب بعد كده رقم 3 بيقول why do you think ليه بتعتقد people respect why الناس لازم تحترم بعضها البعض why ولماذا. طبعا يا اولاد لان الاحترام طبعا ده بيظهر الامانه للشخص اللي قدامك وبيظهر طبعا ان دي بتكون حاجه مفيده للمجتمع والناس كلها لما تحترم بعض دي بتكون حاجه مفيده للكل. يبقى هقول people respect others who are honest people respect طبعا those who are honest يعني بتحترم الناس الأمينة who are honest responsible خلاص responsible طبعا and helpful
to others والمساعدة للآخرين. طيب ندخل بعد كده على أسئلة الهوم ورك. أول سؤال معايا من أسئلة التشوز بيقول لي اترولي إيه الصحيح؟ student الطالب always think دايما بيفكر carefully بحرص before answering قبل ما يجاوب and uses knowledge وبيستخدم معرفته to solve problems عشان يقدر يحل المشاكل. طبعا هنا الكلام يا أولاد عن الطلبة أكيد الكليفر الطلبة الأذكياء والشطار. رقم 2 reading books قراءة الكتب is very بيكون ايه جدا because it helps you لان هو بيساعدك gain knowledge تكسب معرفة and understand وتفهم different culture ثقافات مختلفة. طبعا يا اولاد بقول ان قراءة الكتب دي طبعا بتكون حاجة مفيدة لذلك السبب. رقم 3 بيقول لي هنا you shouldn't your time وقتك playing games في لعب الالعاب and watching TV. يبقى ما ينفعش يا اولاد ان انت طبعا تضيع وقتك طبعا في لعب الالعاب وطبعا انك عمال تتفرج على التلفزيون. يبقى هقول you shouldn't spend يعني يقضي. Number 4 students الطلبة should keep a good يجب ان هم يعملوا ايه جيد between بين studying الدراسة and relaxing والراحة. طبعا اولاد الطلبة لسه قايلينها من شوية لازم يعملوا balance عملية توازن بين المذاكرة وبين عمليات الراحة. بعد كده جايب لي lesson 5 الدرس الخامس let's talk. جايب لي هنا محادثه اولاد بيقول لي finish the following dialogue. خلاص المحادثه دي اللي بتتكلم عن فريده and هدى are talking about shopping بيتكلموا عن التسوق. فريده بتقول yesterday بالامس I went to the market انا ذهبت للسوق. فالبنت هدى ردت عليها بعد كده قالت لها I went with my mother يعني انا رحت مع والدتي. يبقى تقول لها ذهبتي مع من؟ خلاص السؤال كده عرفناه. يبقى تقول لها who did you go with يعني من ذهب معك. قالت لها مع والدتي. قالت لها what did you buy اشتريتي ايه؟ فهي ردت عليها بعد كده قالت لها what color is that carpet ايه هو لون السجاده. فاكيد البنت دي اشترت سجاده طبعا هنعرف الوقت لونها يا اولاد. يبقى تقول لها طبعا we bought a nice carpet we bought اشترينا a nice carpet يعني سجاده لطيفه. فبتقول لها what color is that carpet ايه هو لون السجاده؟ احنا طبعا ما نعرفش. فالتانية قالت لها oh red احمر is a wonderful color ده لون جميل. يبقى كده السجاده يا اولاد لونها احمر. يبقى هنقول it's red it's red. فبعد كده سالتها سؤال فقالت لها it's 500 pounds يعني ثمنها حوالي 500 جنيه. يبقى هنا سالتها عن سعرها. يبقى هتقول لها how much does it cost يعني كم تكلفت او كم سعرها does it cost. فقالت لها حوالي 500 جنيه. do you want to see it هل انت حابه تشوفيها؟ قالت لها because I want to buy a carpet ايوه لان انا عايزه اشتري سجاده too. يبقى كده هتجاوب بتقول لها yes of course بالطبع عاوزه لان انا عاوزه اشتري سجاده ايضا yes of course. بعد كده ننزل بقى على اسئله اللي تشوز اولاد. بيقول لي هنا scientists العلماء work hard to بيعملوا بجد لكي new medicines علاج جديد that can help هيساعد cure dangerous على الحمايه من الامراض diseases and worldwide طبعا على مختلف العالم. يبقى هم بيساعدوا اولاد ان هم يعملوا develop تطوير للعلاج ان هو يقضي على جميع الامراض اللي في العالم. رقم 2 he is very هو بيكون ايه جدا he can't lift the heavy weight هو ما يقدرش يشيل الوزن التقيل. يبقى هو اكيد شخص ضعيف طبعا بمعنى weak. رقم 3 التكنولوجيا help us بتساعدنا the other hand على الجانب الاخر it cases distraction هي بتسبب تشتيت انتباه. طيب احنا قلنا هنا لو قلنا حاجه يا اولاد وجينا نقول على الجانب الاخر طبعا بقول on the other hand يعني على الجانب الاخر. يبقى هي بتساعدنا وعلى الجانب الاخر بتشتت انتباهنا. رقم 4 بيقول لي هنا we live in a not احنا بنعيش في ايه world عالم where technology حيث التكنولوجيا develops quickly بتتطور بسرعه and changes our daily lives وبتغير حياتنا اليوميه. يبقى احنا اكيد اولاد بنعيش in a modern world في عالم حديث والتكنولوجيا غيرت العالم. بعد كده اولاد جايب لي اسئله التصحيح. ناس تركز معايا. بيقول لي في اول واحده the weather الطقس in Egypt في مصر is always دايما ايه especially خاصه during spring اثناء الربيع. طيب هنا اولاد بيقول ان الطقس في مصر دائما بيكون تشينج. طبعا التشينج ده هحط له اي ان جي هتبقى تشينجينج يعني خلي الجمله دي مضارع مستمر تشينجينج. 2 we are planning احنا بنخطط to go Alexandria اننا نروح اسكندريه next weekend الاسبوع اللي جاي if the weather is good لو الطقس جيد. طيب بنخطط يبقى مضارع مستمر يبقى نحط للفعل اي ان جي يبقى plan ده هتبقى planning.
رقم 3 using phones استخدام الموبايل during lessons أثناء الدروس can be a big ممكن يكون ايه distract for students للطلبة. طبعا ممكن يعمل أولاد distraction عملية تشتيت انتباه للطلبة. يبقى distract دي هتبقى distraction. هقولها لصفة distraction. رقم 4 students الطلبة were كانوا ايه exciting to hear about ان هم يسمعوا عن the school trip برحلة المدرسة to أسوان لأسوان. يبقى الأطفال أكيد كانوا متحمسين. مش هاخد طبعا exciting هتبقى excited لأن أنا بتكلم في الماضي. وكده أولادي وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى الناس كلها تكون استفادت من الشرح، وأتمنى لو في حد استفاد من الشرح ما تنساش تدعمنا ويعمل لايك واشتراك في القناة ويفعل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. كان معكم مستر محمد جودة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.